الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم الشاعر شهاب مجدي الوكيل، أقدم إليكم قصيدة بعنوان جحا للشاعر هشام الجح. شعور سخيف شعور سخيف إنك تحس بأن وطنك شيء ضعيف، صوتك ضعيف، رأيك ضعيف، إنك تبيع قلبك وجسمك، وإنك تبيع قلمك واسمك، ما يجيبوش حق الريف. سألوا جحا عن سر ضحكه، قال لك أصل اتنين وشبكوا، اللي كان من تحت ميت واللي كان من فوق كفيف. ده شعور سخيف، وشعور سخيف انك تكون رمز الشحاتة، تبني مبنى للشحاتة، تعمل وزارة للشحاتة. يا سجي يا دوري يعدي عليا ودوري، نصبوا عليا وشحتوني فلوسي، ورطوني فيكي حتى ما اتغميت. هما اللي سرحوا واحدة انا غنيت، انا اللي صاحب البيت عايش ماليش لازمة. ولما مرة شكيت ادوني بالجزمة. هطلنا وجيبونا ودونا هنجيب منين الدين، مش لاقي تدفع دي. طافح يا بلد غدايا ويا وعدي غدايا، وادي الأحبة التقوا واتشموا عدايا. أنا اللي زرع الذهب بتأكلين الساق، إن كان تقل ودلع بزيادة دلع الساق. لا شفت فيكي أنا ولا شفت فيكي طلب، كل اللي فيكي طلبتنا متهانة واليوم بهانة. بتخلي فينا ليه لما انت كرهانة؟ يا جماعة بعد 5 دقايق في قداس اخواتنا المسيحيين. بعد 5 دقايق في قداس اخواتنا المسيحيين. هنا هو بعد 5 دقايق في قداس اخواتنا المسيحيين يا جماعة. عندنا بعد 5 دقايق. خليه يكمل. تحيا مصر. ابعد الميكروفون شوية. ابعد الميكروفون شوية. يعني ايه تبقى هبة النيل يا جوجل وكل يوم المية تقطع؟ يعني ايه لما اشتكي غلو الفاتورة يقولوا تشكي بس تدفع؟ ابعد الميكروفون شوية من على بقها. لما قش الرز ثروة بتتحرق، واما نفض الأمة ثروة بتتسرق، واما جلاتك على أولادك بيطفش، واما علمك ما يلاقيش ياكل فيطفش. يعني ايه نرفع ايدينا تستلمنا بالغزال؟ يعني ايه لما ابقى ماشي في حالي اتشد اشتباه؟ يعني ايه لما اتحبس 4 سنين حبس احتياطي؟ حبس احتياطي. يعني ايه مش حاسه بالعمر وغلاوه؟ بتصب مر العمر ليه؟ ده انا كنت اوهبلك حلاوه. انا عمري ما اتأمرت ولا حطيت شروطي. يا جدعان